مرحبا، اهلا بكم قناة يوميات وحدة السمينة. وياكم نور. اليوم جيتكم بفيديو جديد، وبهذا الفيديو راح اجاوب بيه على اسئلتكم. خليكم معي. طبعا تصوير تجريبي، صار لي فترة كلش طويلة انا مصورة، فاريد اشوف الصوت واضح ولا لا. طبعا مثل كل مرة قبل ما نصور لازم نشوف الوزن ايش قد. والله خلي اصدمكم بالوزن. واو. الوزن 76.5. بداية موفقة ما شاء الله. مرحبا، اهلا بكم قناة يوميات وحدة السمينة. وياكم نور. اليوم جيتكم بفيديو جديد. بهذا الفيديو راح اجاوب بيه على اسئلتكم. صار فترة كلش طويلة اني حالتي الصحية تقريبا مستقرة، لكن دا انسى، يعني لاحظت انه اذا انسى اخذ فيتاميناتي والمكملات الغذائية صحتي تتخربط. هسه بالفترة الأخيرة دا أعاني هاي، وزني دا يصعد، بس دا يصعد لأنه دا أشتهي حلويات، دا أشتهي شغلات سكريات. اليوم راح يكون فيديو سريع، راح أجاوب بيه على أسئلتكم لأنه صراحة نفسيتي تعبانة. صار لي فترة طويلة منزلة فيديو. السؤال الأول من ورد الربيع: حبي سويت العملية قبل 8 أشهر، وزني هسه 94، نزل 26 كيلو، طولي 170، وزني ثابت صار فترة. بالنسبة للعملية، ثبات الوزن بعد العملية فتشي كلش عادي. تخافين من صعود الوزن بعد السنتين او سنه ونص، يعني هسه انت كلش عادي انه يثبت وزنك، تقدرين تحركي بهاي الفتره انه تسوين تحاليل، فثبات الوزن فتشي كلش عادي. تقدرين تحركين هذا الوزن، تنتبهين على صحتك، بس تنتبهين على صحتك، تمشين شويه، تزيدين حركه جسمك، ولا غير شيء صراحه ما المفروض تخافين. الخوف شو وقت يصير بعد سنة ونص إلى سنتين فعلا صدق الوزن راح يبدي يصعد. يعني هسه أني قدامكم، يعني قبل شهر كنت 71، كنت 70 71، خصر وترتيبات وهاي. هسه قدامكم 76.5 يعني. اوكي، السؤال اللي بعده من الوردة البيضاء، تقول امس سويت قص معدة ودكتور قال لي اسبوع يلا اشربين مي. طبعا هذا فشي كلش غلط، بعد العملية بكم ساعة لازم تشربين مي، بس شرب المي يكون بالملعقة بالخاشوقة شوية شوية، تقريبا كل 5 دقائق كل دقيقة خاشوقة واحدة مي. بس ورا اسبوع يلا اشربي مي ليش؟ بالعكس، اصلا المعدة لازم ما تكون فارغة، لانه اذا كانت فارغة تعرفون انتم المعدة تفرز حموضة، تفرز اشياء يعني حموضه والسوالف كلش مو زين، لان اكو جرح بيها. فما اعرف، يمكن انت ما فهمتي كلام الطبيب، ما اعرف، بس لكن ماكو هيك شيء يعني. تشربين مي مباشره بعد العمليه. اما طريقه الشرب تختلف، يعني مال انه تشربين بالقلاص هيك على السريع ما تقدرين، هاي تقريبا حتى بعد سنه تشربين شويه شويه. طبعا صار لي فترة كلش طويلة اني ما منزلة فيديوهات. حبيت اسلم عليكم، على زماني، على ناسكة بغداد، على ايمان، عليكم كلكم انتو بنات. نفسيتي تعبانة كلش. ما اعرف شلون اوصف لكم اياها. بس هسه انا وصلت في مرحلة انه وزني، يعني مو وزني بس نفسيتي بشكل عام، يعني مرات احس اقول يمكن عندي سكري، لانه من اكل حلويات، اشتهي حلويات، من اكل حلويات اتخربط، احس نفسي مو طبيعيه. من اكل حب شمس احس عندي دوخه وجع راس، ما ادري سكري او ضغط، هذا ما اعرف بالضبط، بس هذا الشيء موجود عندي. البارحه رحت جربت ملابس، لقيت فستان كلش حلو. فتعرفون انتو بالمولات تكون هيك مرايه مقابل مرايه، فواحد يقدر يشوف جسمه من الظهر، يقدر يشوف، يعني تقدرين تشوفين جسمك من كل الاماكن. كان فد شي حلو انه شفت انه جسمي بيه عضلات هوايه، لكن لازم انزل وزن حتى اشوف العضلات هاي. هذا فد شي زين انه عندي عضلات، بس باقي الامور من ناحيه نفسيه، من ناحيه الشهيه، من ناحيه الطاقه، صفر. ما اعرف شنو اسوي. دا اجبر نفسي اطلع. هسه انا صورت هذا الفيديو، راح امنتجه وانزله على اليوتيوب، اطلع اتمشى. ليش؟ لانه قاعده بالبيت اسوي اكتئاب. خلوا لي لايك على هذا الفيديو، وتابعوا وياي، وما اعرف اذا عندكم اقتراحات شلون اقدر يعني اطلع من هاي القصه. اكيد انتو بيكم هواي مجربين، حطولي
اقتراحات شلون نطلع من من هاي المصيبة اللي أنا بيها يعني. الوضع يخوف. اوكي، شكرا على المتابعة، نشوفكم ان شاء الله بالفيديو الجاي. كانت وياكم نور، باي باي.